بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طاهر سندي من عاصمة إقليم السند كراتشي، باكستان. تحدثنا في الحلقة السابقة عن تاريخ بلاد السند وحضارتها قديما في العصر القديم، وكنت قد وعدتكم بحلقة جديدة لكن مستقلة بمعلومات عن إقليم السند الحالي الموجود الآن. فها نحن نوفي بالوعد. صحيح أننا تحدثنا عن تاريخ السند القديم في فيديو واحد، لكنه كان طويل نوعا ما، وتلك كانت ضرورة لذلك الموضوع. لكن الحديث عن إقليم السند الموجود اليوم حاليا لن يكون في فيديو واحد طبعا، لأن محاور الحديث وزواياها كثيرة. لن نوفي بحق الموضوع إن أردنا حصرها في فيديو واحد، وهو المطلوب الحقيقي أصلا في هذا المشروع البروجكت. فلذلك سوف نقسم الحديث عن هذا الموضوع وعن جميع زوايا إقليم السند بفيديوهات مستقلة حتى لا نشوش على المتابعين الكرام. فاليوم في هذا الفيديو سوف نتحدث إن شاء الله عن حدود إقليم السند الحالي وتقاسيم ومقاطعات ومديريات إقليم السند والمواقع الإلكترونية الرسمية لبعض أهم الوزارات والدوائر الحكومية للحكومة الفيدرالية ولحكومة السند أيضا، حكومة إقليم السند. فنبدأ حلقة اليوم، ولكن قبل بداية الحلقة أذكركم أن تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا كومنت وشير كذلك، حتى يكون دعمكم هذا تحفيز لي على مواصلة المشوار. والحقيقة أنني محتاج منكم هذا الدعم وبشدة، لأننا بدأنا هذه السلسلة من الفيديوهات من حوالي تقريبا شهر يعني، ولم نصل إلى 100 مشترك إلى الآن. فباقي عليها رمضان كمان 4-5 أيام، ونحن وصلنا إلى تقريبا فوق 90. فباقي عدد شوية. أنا قررت هدف 100 مشترك في هذا رمضان، فيا ليت يعني لو يشتركوا المتابعين الكرام، لأنني أشاهد النتائج في اليوتيوب يقول أن 60% من المشاهدين لم يشتركوا و40% اشتركوا. ف60% أيضا لو كانوا اشتركوا لكان عددنا اليوم، عدد المشتركين كان تقريبا 250 مشترك، لكن إلى الآن لم نصل إلى 100 مشترك. فهذا أنا قررت يعني هدف، ويا ليت أنتم أيضا تساعدونني في هذا الهدف ولتحصيل هذا الهدف إن شاء الله قبل العيد وقبل نهاية رمضان نوصل العدد 100. عدد بسيط كما تعرفون، ليس بهذا الكثير يعني، ليس كثيرا 100 مشترك. أرجو قبول هذا حتى نستمر إن شاء الله. نتكلم أولا عن حدود إقليم السند. كما أخبرتكم في الحلقة السابقة أن في السابق كانت البلاد واسعة وحدودها تمتد إلى كشمير وكابل وكرمان ومكران في إيران، لكن عبر العصور الأولى والوسطى والأخيرة تقلصت شيئا فشيئا حتى أصبحت ما هي عليها الآن.
الآن حدود إقليم السند الحالية يحدها من الشمال إقليم البنجاب، ومن الجنوب بحر العرب معذرة، ومن الجنوب بحر العرب والمحيط الهندي، ومن الشرق تحدها الهند نفسها، ومن الغرب إقليم بلوشستان. حتى تفهموا أكثر، فهذه هي خريطة السند اليوم هنا أو هنا. كنت قد تحدثت في الفيديو السابق عن وادي السند القديم، تاريخ السند القديم وحضارة وادي السند في العصور الأولى. الذين لم يشاهدوا ذلك الفيديو فالأفضل أن يرجعوا إلى ذاك الفيديو حتى يكون عندهم إلمام بما نتحدث به. فذلك الفيديو يأتيكم هنا في الدائرة البيضاء، أو هنا في الدائرة البيضاء، أو هنا يأتيكم إن شاء الله. طيب، تقاسيم ومقاطعات ومديريات إقليم السند. كما هو المعروف في العالم أجمع بأن الحكومات تقسم الحكم، مناطق الحكم إلى قطع صغيرة وتقاسيم أو تقسيمات وأقاليم ومديريات ومحافظات وما إلى ذلك، حتى يكون تنفيذ الحكم على المناطق يكون سهل، أو تنفيذ السلطة على تلك المناطق. فكذلك الأمر في السند. فالتقسيم الأساسي بأن جزئت مناطق الحكم مبدئيا هنا في السند إلى 6 مقاطعات، وتسمى باللغة الإنجليزية division. هنا يأتيكم باللغة الإنجليزية division. فمجموع مقاطعات إقليم السند الآن هي 6، وهي كراتشي ديفيجن، يأتيكم هنا الاسم أيضا إن شاء الله، وحيدراباد ديفيجن، لاركانا الثالث لاركانا ديفيجن، الرابع سكر ديفيجن، الخامس شهيد بنزير آباد ديفيجن، وهذا في الأول كان اسمه نواب شاه، كما إذا كان أحد من المتابعين يذكر النواب شاه، الآن اسمه شهيد بنزير آباد. المقاطعة أو التقسيم السادس وهو ميرپور خاص ديفيجن. نأتي الآن إلى خرائط هذه المقاطعات في الصورة التالية. يوضح لكم كل مقاطعة أو ديفيجن بلون مختلف عن الآخر. هنا تأتيكم الصورة، انظروا إلى هذه الصورة، كل مقاطعة بلون مختلف. لو تبدأ من الشمال، من هناك من فوق، يأتيكم ديفيجن لاركانا من الجهة اليسرى لنهر السند. فنهر السند يصب في الوسط، يعني يستمر في الوسط، يجري في وسط السند، فله شمال وله جنوب وله شرق وله غرب. في الشرق عندنا مقاطعة سكر من شرق نهر السند، وفي الغرب عندنا مقاطعة كشمور في كندكوت. بعد ذلك عندنا جيكب آباد مع كشمور وكندكوت، ومعه أيضا مقاطعة سكر، لا سكر كان هنا كمبر شادات كور. بعدين تحت عندنا لاركانا ديفيجن، بعدين سكر ديفيجن، بعدين عندنا سكر لاركانا شهيد بنزير آباد. ومن هذه الجهة يأتيكم حيدراباد ديفيجن، ومن هذه الجهة ميرپور خاص ديفيجن، ومن هذه الجهة كراتشي ديفيجن. كلها 6 ديفيجن مقاطعات، بعضها
من هنا من 3 تقريبا من جهة شرق نهر السند، و3 من جهة غرب نهر السند. لماذا تطرقنا إلى ذلك؟ لكن بعد هذه التقسيمات سوف أجيبكم على هذا السؤال بعد ما تشاهدون. بعد هذه التقسيمات الأساسية المبدئية، وهي division. الدويجنات هذه ثم تنقسم إلى أضلاع، يعني ضلع، أو باللغة الإنجليزية district. والأضلاع تنقسم إلى تحصيلات أو تعلقة، ومن ثم تنقسم التعلقات إلى يوسيات أي Union Council. لكن لا نريد أن نتوسع أو نتعمق أكثر في هذا الأمر، يكفينا أن نذكر هنا الأضلاع فقط لكل مقاطعة أي مديرية. وهنا أوضح هذا الأمر، أي أجيب على سؤال كنت قبل قليل كنت أريد أن أذكره، وهو أنني تعمدت هذا التعمق أكثر في ذكر المديريات فقط. تعمدت ذكر المديريات لأن ما رأيكم؟ الحقيقة هي خطة للمستقبل. سوف إن شاء الله نصور أهم ما في هذه المديريات، أظهرها أمامكم حتى لا يقول أحد أنه لم يكن من الضروري أيضا ذكر المديريات. لا، كان ضروري جدا، لأننا بعد ذلك إن شاء الله سنذهب إلى الميدان ونصور كل أهم ما هو في تلك المديرية ونظهره إن شاء الله على هذه القناة. فالدويزن الأول هو الأركانا دويزن من الشمال. لو نبدأ، أكثر الناس يذكرون من الجنوب من جهة كراتشي، لكنني تعمدت أيضا هذا الترتيب. نبدأ من الشمال. فمن الشمال عندنا أولا من حدود بلوشستان، ومن حدود البنجاب، ومن حدود الهند. فعندنا في الأركانا دويجن مثلا، الدويجن الأول هو الأركانا دويجن، فيشتمل على 5 ديستريكت أي مديريات 5، وهي أولا ديستريكت كشمور في كندكوت، ثم ديستريكت جيكب أباد أي مديرية جيكب أباد، ثم مديرية شكارپور، ثم مديرية الأركانا، ثم مديرية كمبر شهدات كوت. فهذه 5 مديريات في الأركانا دويجن. والدويجن الآخر الثاني هو سكر دويجن، جنب الأركانا دويجن هو سكر دويجن، ويشتمل على 3 مديريات، وهي أولا مديرية غوتكي من هذه الجهة من شرق نهر السند، مديرية غوتكي، والثاني مديرية سكر، والثالث مديرية خيرپور. هذه ال3 المديريات من شرق نهر السند، هذه ال3 حدودها مع بنجاب ومع الهند، يعني مباشرة مع الهند، غوتكي وسكر وخيرپور، وكمان نيجي تحت كمان إن شاء الله. هذه المديريات حدودها مع الهند. الدويجن الثالث هو شهيد بنزير آباد دويجن، ويشتمل على 3 ديستريكت مديريات أيضا، وهي نوشر وفيروز، شهيد بنزير آباد، وسانغر. نوشر وفيروز، شهيد بنزير آباد، وسانغر. مديرية سانغر هنا حدودها مع الهند، مديرية سانغر حدودها مع الهند كما يأتيكم في الخريطة. ثم عندنا الدويجن الرابع وهو ميرپور خاص دويجن، ويشتمل على 3 مديريات أيضا، هي مديرية ميرپور خاص، والثانية مديرية عمركوت، والثالثة مديرية ترپارکر. مديرية عمركوت ومديرية ترپارکر هذه أيضا حدودها مع الهند. نعم، فعندنا مجموع
تقريبا 1 2 3 4 5 6 مديريات حدودها مع الهند مباشرة، وهي مديرية غودكي، ومديرية سكر، مديرية خيرپور، مديرية سانغر، ومديرية أمركوت، ومديرية ترباركر. 6 مديريات هذه تحد مباشرة حدودها مع الهند. الدويجن الخامس هو عندنا حيدراباد دويجن، ويشتمل على 8 مديريات، وهي مديرية دادو، ومديرية جامشورو، ومديرية متياري، ومديرية تندو اللهيار، مديرية حيدراباد، ومديرية تندو محمد خان، ومديرية بدين، ومديرية تتو. 8 مديريات في دويجن حيدراباد. ثم نأتي في الأخير الدويجن السادس، وهو كراتشي دويجن، وفيها 6 أضلاع أي مديريات أيضا، وهي ديستريكت أو مديرية كراتشي ملير، ومديرية كراتشي الشرقي إيست، ومديرية كراتشي الغربي ويست، ومديرية كراتشي الجنوبي ساوث، ومديرية كراتشي الوسطى سنترال، ومديرية كراتشي كورنجي. فهذه 6 دويجنات ومديرياتها ذكرتها لكم بالتفصيل حتى يكون ذلك نرجع إليها فيما بعد إن شاء الله بالتفصيل أكثر في الميدان. رئيس مجلس الوزراء الحالي في حكومة إقليم السند هو السيد مراد علي شاه، تأتي صورته الآن، هذا هو. وينتمي إلى حزب الشعب الباكستاني، باكستان بيبلز بارتي PPP. ومحافظ إقليم السند هو السيد عمران إسماعيل، وهذه صورته. في الأخير ذكرت لكم المواقع الرسمية الإلكترونية لبعض أهم الوزارات والدوائر الحكومية في الديسكريبشن، منها موقع حكومة باكستان، وموقع الرسمي، وموقع المحكمة العليا لباكستان، موقع البنك المركزي لباكستان ستيت بنك، الموقع الرسمي لحكومة السند، وأيضا الموقع الرسمي للثقافة والسياحة لحكومة السند، السند Cultural and Tourism Department، موقع شرطة السند. ومن الوزارات ذكرت لكم موقع وزارة الزراعة والتوريدات والأسعار، وزارة الأوقاف، الشؤون الدينية، قسم الزكاة والعشر، مجلس الإيرادات، أمانة رئيس مجلس الوزراء، وزارة تر للفحم والطاقة، وزارة التعاون، وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وزارة المكوس والضرائب والمخدرات، وزارة المالية، وزارة التغذية، وزارة الغابات والحياة البرية، مكتب محافظ السند، وزارة التعليم العالي والبحث الفني والتعليم المدرسي، وزارة الداخلية، وزارة المعلومات والتحصيل والأرشيف والسجلات، وزارة المعلومات والتكنولوجيا والعلوم، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الري أي الماء للزراعة، دائرة المستوطنات البشرية، وزارة العمل والموارد البشرية، وزارة القانون والشؤون البرلمانية وحقوق الإنسان، وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية، وزارة الهندسة، هندسة الصحة العامة والتنمية الريفية، وزارة تطوير المناجم والمعادن. الحقيقة أنا جالس أسرع عشان الفيديو صار طويل. ووزارة شؤون الأقليات، وزارة التخطيط والتطوير، وزارة رعاية السكان، وزارة التأهيل، وزارة الصحة، لجنة السند للتعليم العالي، وزارة الرعاية الاجتماعية، وزارة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وزارة شؤون الرياضة والشباب، وزارة النقل والمواصلات، وزارة تنمية المرأة، وزارة الطاقة، وزارة تغير المناخ البيئي والتنمية الساحلية، وزارة تعليم الكليات،
وزارة الأشغال والخدمات، مجلس شهيد بنزير بوتو للأبحاث وتطوير الموارد البشرية. وذكرت لكم أيضا في الديسكريبشن أيضا موقع حكومة إقليم بلوشستان الرسمي، موقع حكومة إقليم جلجت بلتستان، موقع حكومة إقليم خيبر بختونخوا، وموقع حكومة إقليم بنجاب، وجميع ما ذكرنا آنفا من المقاطعات والمديريات والوزارات والمحاكم والدوائر الحكومية موضوع بمفرده، ويمكنكم الرجوع إلى المواقع الرسمية إذا احتجتم أي معلومات أكثر أذكرها لكم تحت في الأسفل في الديسكريبشن. أحبة الكرام، هذا كان آخر ما لدي من موضوع حدود إقليم السند والمقاطعات والوزارات. إلى هنا انتهت حلقتنا اليوم. أتمنى أن تنال إعجابكم. في الأخير أذكركم أيضا في مرة أخرى أن تعملوا اشتراك في القناة ولايك وتفعلوا زر الجرس وكومنت وشير للقناة حتى تدعمون القناة ويكون هذا تحفيز لنا لمواصلة المسير. نلتقي بكم في حلقة أخرى إن شاء الله جديدة من حلقات إقليم السند. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم طاهر سندي من عاصمة إقليم السند كراتشي، باكستان.